يستمر التحقيق القضائي مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من السياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة، كما يواجه الغنوشي أيضا تهما في قضايا إرهابية. ملف جديد ذو صبغة إرهابية باشر حاكم التحقيق في البحث عن قرائنه القانونية من أفعال وتصريحات تدين أو تبرئ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن مقطع فيديو عبر سكايب تحدث فيه عن المؤسسة الأمنية مستعملا لفظ طاغوت وواصفا الإرهابيين بالمجاهدين. واعتقد انه ليس الفيديو الوحيد الذي استبغت عليه صبغه ارهابيه. البحث عن هذا الفيديو او تقديم الافادات بخصوص هذا الفيديو، الكل مدعو بتقديم افاداتهم. القضاء التونسي اتهم الغنوشي بالتآمر على امن الدولة واصدر بحقه بطاقة